النهاردة عاملة الفيديو ده عشان اوريكم رد عمرو اديب ورد ناصر وابو حسام حبيب على مرتضى منصور، والفيديو اللي انا كنت منزلاه قبل كده اللي هو كان شاتم فيه عمرو اديب وحسام حبيب وشيرين. انا عارفه ان ده بعيدا جدا عن الاكل، بس انا عايزه اقول لكم الموضوع شيق جدا بصراحه. انا اول مره اتابع حاجه كده. دلوقتي تحسوا ان الموضوع ما بقاش خلاص قصه حسام حبيب وشيرين، ده بقى هجوم مرتضى منصور وعمرو اديب. وبصراحه كلامهم بيضحك جدا جدا، وطبعا الواحد بيدور على اي حاجه تضحكه في الايام الصعبه اللي احنا فيها ديت، وفي كل البلاوي اللي بتحصل دي. فما بنصدق نشوف اي حاجه تضحكنا وتفرحنا نتفرج عليها بقى ايا كانت هي ايه. بس قبل ما نبدا الفيديو، لو اول مره تشوفوني، انا اسمي هاجر، وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناه. واتمنى بجد من كل الناس اللي هتشوف الفيديو دوت ان هي تخش على قناتي وتشوف الوصفات اللي انا بنزلها. هي كلها وصفات بسيطة، بس ان شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها حتى لو بحاجة بسيطة جدا جدا. اتمنى ان انتوا تنوروني قناتي. الانسان المتربي نعمة، انت لو مش متربي في اللي ممكن يربيك. وللاسف في ناس بيبقى حظها وحش، تاخد الحياه في وشها وانه محدش هيعمل لها حاجه، وبيحسوا ان هم مسنودين. انما انا ما عنديش مشكله اختلف مع اي حد في اي حاجه، بس لما نوصل لعدم الربايه ده موضوع مش انا بقى اللي باخد حقي فيه. في قانون في البلد، والحمد لله القانون ده جاب الحق. هو ايه اللي حصل؟ انت مالك؟ انت مالك؟ طبعا هو ناس كتير تقول لك انت بتكلمه اصل احنا محدش يقدر. لا، انا بكلمه عادي كده من 10 ل 12 سنه، عادي جدا. بقول له يعني يا مرتضى انت مالك؟ ووزن يا ابني الكلام. انت بقيتش توزن الكلام خلاص، انت بقيت بتقول اي حاجه ومش عارف انت بتقول ايه. اخيرا في دوله الله قانون، في واحد اسمه مرتضى محمد منصور عليه حكم واجب النفاذ بالسجن لمده شهر، واجب النفاذ. محدش قادر يحبسه ولا حتى باستخبي، ده بيطلع على قناه الزمالك، ولا حتى حد قادر يمنعه من الكلام. ده عامل كمان برنامج على قناه الزمالك بيطلع يشتم فيه الناس كلها، زي هجومه الاخير على المطربه شيرين عبد الوهاب. اسمها شيرين عبد الوهاب؟ وزوجها حسام حبيب. عمرو اديب طلع قال انه رجعوا لبعض، راح طالع مرتضى منصور على قناته على الزمالك، وممكن نعرضها تو ويندو عشان نخلص من القصه دي وما نعملش مشاكل. نعرضها من بعيد يعني. طلع قال يخرب بيت ام فلان وفلان. نشوف كده سريعا. واهم مؤتمر المناخ. يا نهار ابيض، لا حاجه النهارده بشعه. ربنا يستر على البلد. اللهم اجعله خير. شيرين رجعت لحسام حبيب. يخرب بيت ام شيرين، لبيت ام حسام حبيب، لبيت ام عمرو اديب. بس عايز حاجه ثانيه؟ يلا كفايه كفايه. قول اتفضل. حسام حبيب 2 شمامين لبيت ام عمرو اديب اللي ما عرفتش تربيك. انت مصري. بس شكرا. الحقيقه انه طلع قال بالنص كده يخرب بيت. ما حدش هيحاسبه. ده اللي خلى انه والد حسام حبيب طلع قال لمرتضى منصور يا مهزأ يا للخطيب معلم عليك وحبسك. ده نقلا عن موقع مخابراتي تحيا مصر. يا مهزأ يا للخطيب علم عليك وحبسك او حبسك. تيجي بقى هنا تيجي الحكومة